الحكومة التي تستضيف مثل تلك المخيمات يجب أن تكون راغبة ومتحمسة كشريك في عمليات مكافحة الإرهاب، وفي هذه الحالة يتعين على الجزائر توفير برنامج لجمع معلومات الاستخبارات لمواصلة تأمين المخيم نفسه، فنحن لا نريد للإرهابيين أن يجندوا أي شخص على الصعيد المحلي. ومتى تم تحديد مثل هؤلاء الأشخاص إذا ما غادروا المخيم، يتعين الحصول على بصمات أصابعهم وصورهم وسجلاتهم، وبالتالي عندما يعبرون نقاط التفتيش الدولية أو المطارات يكون من الممكن إيقافهم وبالتالي الحيلولة دون تنفيذ عمليات إرهابية. يعود كل ذلك إلى الحكومة المضيفة، فإذا تعاونت يصبح الأمر سهلا، وإذا لم تتعاون يصبح الأمر صعبا للغاية، ويتعين عندئذ الوصول إلى هؤلاء الأشخاص متى غادروا المخيم وبدأوا في الاتصال بإرهابيين آخرين خارج البلاد. فعدم تعاون الجزائر يؤدي إلى صعوبة المشكلة بشكل كبير.